كربلاء من تجون احلى مكان للونسه والاستثمار اليوم راح تشوفون. وصلنا لكربلاء الى مجمع الرحمن السياحي، وقبل كل شيء تعال اشوفكم فيلا للعوائل والعرسان اللي راح تقدرون تسكنون بيها وتستثمروها استثمار سياحي. وهذا هو المسبح الخاص بالفيلا، ونقول بسم الله. قدامكم الصاله، وبالطابق الاول غرفتين نوم ومطبخ وملحقاتها، وهذا الطابق الثاني الخاص بالعرسان، ومكان خاص للشواء بداخل المكان. مساحات جدا واسعه ومريحه بداخل مجمع الرحمن. فرصه للاستثمار السياحي بهذا المكان الجميل، راح تقدرون تستثمرون بالفلل وبكل المكان. ومطعم كبير بداخل المجمع بكل الاكلات الشرقيه والغربيه على مدار الساعه. يعني بمجمع الرحمن راح تجون تسكنون وتاكلون وتتونسون بهذا المكان الحلو. وعندهم قاعه خاصه للمؤتمرات والوفود اللي يجون من كل انحاء العراق. يستقبلون الجروبات من كل المحافظات العراقيه وحتى خارج العراق. وهاي مدينه الالعاب الخاصه بمجمع الرحمن. طبعا اذا كنتوا ساكنين بداخل فيلا المجمع الرحمن راح تحصلون على بطايق لاطفالكم يلعبون بهاي مدينه الالعاب، وراح تلقون اكثر من لعبه موجوده للصغار وحكي بيناتنا حتى الكبار. وكان اكثر من رائع للسياحه والاستثمار لكل العراقيين والجروبات والحملات الدينيه بداخل كربلاء المقدسه. وللحجز والاستفسار راح تقدرون تتواصلون عن طريق هاي الارقام. اليوم كنا بمجمع الرحمن السياحي، طريق بغداد كربلاء، مجاور عمود 170 مفرق الشماليه، ويبعد عن الامام 7 كيلو بس. متاكد راح تجون لهذا المكان وحيل راح تتونسون. الف عافيه.